السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعيد كده ممكن تفتكر إن أمريكا وروسيا بينهم آلاف الكيلومترات، لكن الحقيقة إنهم قريبين جدا من بعض. في أقصى شمال الكوكب تحديدا عند مضيق بيرنج اللي بيفصل بين قارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية، في النص تقريبا هتلاقي جزيرتين صغيرين جدا، واحدة اسمها ديوميد الكبرى ودي بتتبع روسيا، والتانية اسمها ديوميد الصغرى ودي بتتبع أمريكا. المسافة بينهم لا تتعدى 4 كيلومتر، لكن الغريب إن في فرق توقيت بينهم 21 ساعة. بس قبل ما نكمل، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. يعني لو وقفت على جزيرة ديوميد الأمريكية الساعة 12 الظهر وبصيت قدامك ناحية روسيا، فأنت كأنك بتبص على بكرة. الفرق مش بس في المسافة، ده فرق في الزمن كمان. العبور بين الجزيرتين ممنوع، بس في الشتاء البحر بيتجمد، وناس من السكان الأصليين زمان كانوا بيعدوا عليه. المنطقة دي كانت زمان متصلة، يعني مفيش بحر بينهم، كانت عبارة عن يابسة اسمها جسر برينجيا. الناس زمان كانوا بيعدوا من آسيا لأمريكا الشمالية على رجليهم، ودي كانت بداية وجود الإنسان في الأمريكتين. ومع الوقت الجليد داب والمية عليت وغرقت الجسر، فضلت القارتين منفصلين لحد النهاردة. في القرن الستاشر روسيا بدأت تتوسع ناحية الشرق بعد ما خلصت حروبها مع المغول، وكان عندهم طموح يوصلوا لأبعد نقطة ممكنة في آسيا. كانوا بيتجمعوا فرو الحيوانات اللي كان ليه قيمة كبيرة وقتها، وبدأوا يبصوا ناحية المحيط الهادي، وعلشان يعرفوا في إيه في الجهة التانية من البحر بعتوا حملات استكشافية بقيادة مستكشف اسمه فيتوس بيرينج. بيرينج انطلق برحلته سنة 1741 وقدر يوصل للسواحل اللي دلوقتي اسمها ألاسكا. ولما رجع طاقمه كانوا شايلين معاهم فرو نادر جدا، فده خلى روسيا تركز على المنطقة أكتر، وبدأت تبعت مستوطنين وتجار. بمرور الوقت أسسوا مستعمرات هناك وأطلقوا عليها أمريكا الروسية. الروس وقتها عملوا شركة اسمها الشركة الروسية الأمريكية علشان تدير تجارة الفرق. في الوقت ده كانت بريطانيا بتتوسع في كندا، وأمريكا كانت ماشية ناحية الغرب. الروس بدأوا يحسوا إن وجودهم في ألاسكا ممكن يجيب لهم مشاكل مع قوى تانية، خصوصا بعد ما قامت حرب القرن سنة 1853 وروسيا دخلت الحرب ضد الدولة العثمانية، واتحالفت بريطانيا وفرنسا مع العثمانيين وضربوا الروس كمان في أقصى الشرق. ساعتها روسيا بدأت تفكر، هل تستمر في الدفاع عن أراضيها في أمريكا ولا تخلص منها، خصوصا إن إدارتها كانت مكلفة ومفيش أرباح زي زمان. هنا بدأ التفكير في البيع، والمشتري المثالي كان أمريكا اللي علاقتها وقتها كويسة مع روسيا وعدوتها الرئيسية بريطانيا. لكن أمريكا كانت مشغولة بالحرب الأهلية ما بين الشمال والجنوب، ولما خلصت الحرب سنة 1865 رجعت روسيا تفتح باب المفاوضات. وفعلا في مارس 1867 تم الاتفاق الرسمي، وباعت روسيا ألاسكا لأمريكا ب7,200,000 دولار، يعني الفدان كان بحوالي 2 سنت بس. الصفقة وقتها سخرت منها الصحافة الأمريكية، وقالوا على وزير الخارجية ويليام سيورد اللي وقع على الصفقة إنه اشترى تلاجة، وأطلقوا على الصفقة حماقة سيورد. الناس كانت شايفة إن الأرض متجمدة ومش نافعة، لكن الحقيقة إن الأيام أثبتت إنها كانت صفقة ذهبية. مع مرور السنين أمريكا اكتشفت إن ألاسكا مليانة ثروات نفط وغاز وذهب وفضة وزنك وفحم بكميات ضخمة جدا. فوق كده موقعها الاستراتيجي على حدود روسيا خلى أمريكا تبني فيها قواعد عسكرية خلال الحرب الباردة. سنة 1959 ألاسكا بقت رسميا الولاية رقم 49 في الولايات المتحدة، وأكبر ولاية من حيث المساحة، بتشكل حوالي 20% من مساحة أمريكا كلها. فيها أكتر من 3 مليون بحيرة وآلاف الأنهار، وسواحل ضخمة على المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمال. النهاردة ألاسكا مش بس ولاية غنية بالموارد، لكن كمان خط دفاع مهم لأمريكا، خصوصا إن روسيا قدامها على طول. أمريكا بتحط فيها رادارات وأنظمة دفاع، لأنها أول نقطة ممكن يجي منها تهديد. والأرض اللي كانت زمان الناس بتقول عليها ملهاش لازمة بقت كنز استراتيجي واقتصادي، من أول ما كانت معبر للهجرة البشرية لحد ما بقت نقطة صراع بين أكبر دولتين. ألاسكا بتحكي حكاية مش بس عن جغرافيا، لكن عن تاريخ طويل من التغيرات والمصالح. بس كده، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ولو في مواضيع عاوزين نتكلم عنها
اكتبوها في التعليقات. دمتم في أمان الله.